لما اجي اكلمك النهارده واقول لك ازاي تحققي اهدافك. مش بس هكلمك عن ازاي تسعي في الحياه وازاي توصلي للي انت عايزاه، وروتينك اليومي المفروض يبقى عامل ازاي، وروتينك السنوي يبقى عامل ازاي. لا، احنا هنتكلم النهارده في الموضوع من جوه ثم من بره. ففي سر على فكره، واول نقطه هتشرح السر ده. أول نقطة هي إن أنتِ تصفّي نيّتِك، وتحطّي حدود مع الناس اللي أنتِ عارفة إن نواياهم أو لاحظتِ إن نواياهم ناحيتِك مش كويسة. أول حاجة هنتكلّم فيها وهي النيّة. لمّا أنتِ تصفّي نيّتِك تجاه الناس اللي حواليكِ، وهتقولي لي ده بيحصل إزاي يعني؟ ما ممكن ساعات حد يقارن نَفْسه بحد، ممكن ساعات حد يغير شويتين 3 من حد. ليه باقول شويتين 3؟ لإن مشاعر الغيرة البسيطة اللي بتروح خلال ثواني دي، ممكن تكون مشاعر طبيعية، إن أنت شُفت حد أو شُفتِ حد عنده حاجة أكتر من اللي عندِك بكتير، أو أنتِ بتتمني إنها تكون موجودة أو عندِك أدواتها بس ربنا ما رزقكيش بيها. ممكن تبُصّي اللحظة وتغيري، ولكن لو أنتِ إنسانة نيتِك صافية ده هتتجاوزيه سريعًا. ولكن لو النية مش تمام هتلاقي نفسِك عالقة في الحتّة دي. ده ممكن يعمل فيكِ إيه، وهنقول دلوقتي إزاي تخلّي ده أفضل لو أنتِ من الناس اللي بيعانوا من الحتّة دي. لو فضلتِ عالقة في الحتّة دي، أنتِ طاقتِك وتركيزِك وروحِك وعقلِك مشتتين. لمّا أنتِ تكوني مصفية نيتِك تجاه اللي حواليكِ، أنتِ هتكوني مركزة أكتر في حياتِك على فكرة، وده أنتِ هتلمسيه لمّا تغيّري الحتّة دي فيكِ، لو الحتّة دي عندِك محتاجة تضبيط أو محتاجة تعديل. صفّي النية إزاي؟ إن أنتِ تصدقي أو تؤمني القدر، إن أنتِ تعرفي إن هي مش بالجمال، مش بالشطارة، مش بالذكاء، مش بالجري. إحنا بناخد كل ده أدوات، ولكن في ناس ولا عندها جمال ولا عندها شطارة ولا عندها ذكاء، وهياخدوا حاجات أنتِ ما أخدتيهاش. ليه؟ عشان ده قدر ربنا، لازم تآمني بيه. ليه؟ لإنه الدنيا دي فترة وهتخلص، يعني الدنيا دي فترة وهتخلص. إحنا كنا بنختبر فيها، كنا بنعدّي فيها ابتلاءات، كنا بيحصل لنا حاجات كتير فيها، فأنتِ هتروحي بقى لربنا عاملة إزاي. بُصّوا، أنتِ أهدافِك هتتحقق لمّا تصفّي النيّة، ودي ناس كتير لمستها، وناس كتير حست إنها لمّا حسّنت من نفسيتها وحسّنت من علاقتها بربنا وكده، إن حاجات كتيرة كان نِفْسها فيها بتتحقق، وده حقيقي. أنتِ مركّزة أكتر، أنتِ نيّتِك صافية أكتر، أنتِ ربنا موفّقِك. زائد في حاجة مهمة جدًا، حاجة نفسية. إحساسِك بالسعة، إحساسِك بالراحة، إحساسِك بالحمد لله من قلبِك مش بلسانِك بس، ده في حد ذاته أصلًا بيحسّسِك إن أنتِ وصلتِ. الفلوس اللي أنتِ كانت ممكن تبقى عندِك وأنتِ مش راضية عنها، بقيتِ راضية، زادت شوية بس أنتِ راضية. لو أنتِ بشخصيتِك اللي مش راضية أو اللي مش مبسوطة أو اللي بتبُص للناس، ما كنتيش هتبقي راضية بيها. ده في حد ذاته نجاح. أنا عارفة إن في ناس ممكن يكونوا صغيّرين مثلًا بيتفرّجوا عليَّ أو كده، ممكن تكون الفكرة دي مش واصلة لهم، بس صدقوني مع الوقت ومع السنين هتوصل لكم. يعني إيه يعني إيه هي من جوّه أصلًا؟ يعني إيه شعور الرضا والسعادة بييجي من جوّه أساسًا، يعني في الأساس هو جاي من جوّه، وده نجاح. نجاح إن أنتِ تبقي واصلة أصلًا للمرحلة دي، فهتستشعري النِّعَم، مش هتبُصّي لغيرِك، وهتبقي عارفة إنِّك حتى لو حسّيتِ إن غيرِك عنده حاجة أحسن منِّك، أنتِ هتبقي عارفة وهتتجاوزي ده في ثواني، لإن أنتِ هتبقي عارفة إنه دي أقدار، دي أرزاق. وتبعدي عن الناس أو تحطّي حدود، مش هنقول نبعد تمامًا لأنه مش منطقي. مش منطقي إن أنتِ أي حد هيضايقِك في حياتِك هتبعدي عنه تمامًا ونعيش لوحدنا كده زبلة على رأي رحاب. أنتِ ه تحطّي معاهم حدود. يعني إيه تحطّي معاهم حدود؟ الشخص اللي بيبُص لِك وأنتِ عارفة إن بصّاته مش تمام، بيبان على عينه، بيبان على حركاته، أحيانًا لمّا بتقابليهم بتحسّي بعدها بضيق شديد، بتحسّي بعدها إن الدنيا بتتكعبل، بتحسّي إن بتبقى في حاجة مش مضبوطة كده. يعني عارفين في ناس حتى إحنا ممكن نكون ما بنحبهمش أوي، بس بعد لمّا بنسيبهم ما بنحسّش الإحساس ده، الإحساس اللي هو بتاع الضيق والتعطيل والكلام ده. الضيق والتعطيل ده بتحسّيه بعد تقريبًا لمّا بتشوفي شخص حاسد أو حاقد بشدة عليكِ.
الناس دي يُفضّل إن إحنا نعمل معاهم حدود، ما نحكيلهمش تفاصيل حياتنا، ما نعرّفهمش إحنا عندنا إيه، ما نعرّفهمش لا خيرنا ولا شرّنا، على فكرة لإنّهم بيشمتوا في الشر، ده بيعمل زي بيسمح لهم كده إن هُم يتحكموا فيكِ من بعيد، بيبقوا عارفين نقط ضعفِك فين، بيبقوا عارفين أنهي زرار يدوسوا عليه، فأنتِ هتعملي إيه، ما تعرفيش الناس دي حاجة عنِّك لا خير ولا شر. تحطّي معاهم حدود وتبقي قوية جدًا في التعامل معاهم، ما ت ت تجامليهمش، ما تفضفضيلهمش، ما تطبطبيش عليهم، هي دي الحدود. افصلي مشاعرِك عن مشاعرهم أو طاقتِك عن طاقتهم، لو يعني إنجاز التعبير. وزي ما اتفقنا إحنا مش بنتكلم عن الطاقة اللي هو ال الpseudo science أو اللي هو العلم اللي مش علم، ولكن إحنا بنتكلم عن زي ما قُلنا الvibes بتاعة الشخص أو إحساسنا مع الشخص أو الحاجة اللي بتوصل لنا من الشخص ده وبتوصل له مننا. ممكن تكون إيدي بتبان إن هي في أثر للتعويرة اللي أنا قُلت لكم عليها أو الجرح يعني، ولكن يا جماعة أنا حاسة إن إحنا ما بقاش في بيننا الكلام ده، يعني أنتم عارفين ده حصل لي ليه، أو عارفين ده إن في هنا جرحٍ ما بسبب حاجةٍ ما، أنتم عارفين عني، فاهمين؟ فما بقيتش باحس إن أنا لازم أخبّي حاجات معيّنة وبتاع قدّام الكاميرا، دي حاجة حلوة أنا مبسوطة بيها الحقيقة. الروج والقصة المنعكشة حاسة إن ده أنا النهارده، حاسة في حاجة غريبة بس أنا حاسة إن أنا مبسوطة كده النهارده، مش عارفة مالي. هو أنا مالي، مش عارفة، ما علينا. هندخل في الحاجة اللي بعد كده، الحاجة التانية، وهي بقى دي حاجة عملية. استغلي كل تنتوفة فرصة ربنا رزقِك بيها. وما أقصدش بالاستغلال شيء سلبي طبعًا، أقصد باستغلال الشيء الإيجابي. لو أنتِ جميلة استغلّي ده، مش إن أنتِ تروحي تبقي تقصّري هدومِك والّا تلبسي مش عارفة إيه والّا تخلعي إيه، مش ده قصدي والله، أنا قصدي إن أنتِ تبقي مُدركة، وده اللي إحنا كنا بنقوله بقى، يعني فكرة الامتنان، أنا أبقى لمّا نيّتي بتبقى كويسة كده وبتاع، بامتن. أو الامتنان حتى بيوصّلني لإن نيّتي تبقى كويسة مع الناس، فكرة إن أنا أبقى مصدّقة إن هي مش بالشطارة ولا بالجمال ولا بالمش عارفة إيه، الفُرَص دي رزق من عند ربنا، إحنا بنسعى لها وهنسعى لها في النقطة دي أهو، بس هي رزق برضه في الأول وفي الآخر، وإن أنا أمتن. عارفين من مزايا الامتنان إن أنا بادرك النقطة اللي أنا باقول لكم عليها النهارده دي، وهي إنه باعرف أستغل النُقط دي. أنا ممتنة إن أنا عندي مثلًا أهل كويسين، أهل داعمين، بيحبوني، بيزقّوني، أبقى مُدركة إن دي نعمة ومش موجودة عند كل الناس مثلًا. واحدة مثلًا ربنا رازقها بزوج حنيّن أو بتاع، تبقى مُدركة إن دي نعمة ومش موجودة عند كل الناس. واحدة ربنا رازقها بأطفال جُمال حلوين، تبقى مُدركة إن دي نعمة مش موجودة عند كل الناس. جسم حلو، مُدركة إن دي نعمة. شوفي أنتِ ربنا رازقِك بإيه، مثلًا أهلِك معاهم فلوس، طب ما تعتمدي عليهم، إيه المشكلة؟ في ناس تقول أنا عايزة أعتمد على نفسي، طب ما نعتمد على اللي موجود ونطلع على السلالم بتاعته عشان نقصّر المسافة للوصول للهدف. الناس هتقول أصل أنا اعتمدت على أهلي، الناس هتقول أصل أنا اعتمدت إن أنا حلوة فاتقبلت في الوظيفة الفلانية، الناس هتقول ما يقولوا طالما ما بتعمليش حاجة غلط أو حرام ما يقولوا. دي كلّها سلالم ربنا مدّيها لِك، ما تطلعي عليها عشان حتى تقصّري المسافة اللي هتوصلي فيها لأهدافِك. لو أنتِ شخص مشهور ليه ما تفتحيش brand وتتاجري في حاجة؟ ده لو أنتِ أنعم ربنا عليكِ بإن أنتِ بتعملي كيك حلو ورهيب وكل الناس بتقول لِك الله الكيك بتاعِك مميز، افتحي مشروع من البيت واعملي منّه 10 كل يوم والّا 5 كل يوم والّا 2 كل يوم وطلّعيهم بيعيهم، اكسبي فيهم على قد ما تكسبي فيهم، بحيث إن أنتِ تبقي بتستغلّي كل حاجة ربنا مدّيها لِك. ربنا مدّيكِ طلاقة لسان وبتعرفي تتكلّمي وبتعرفي تفكّري، افتحي قناة يوتيوب، استغلّي كل نعمة ربنا مدّيها لِك علشان ما تبقيش يعني ده من حتى الامتنان للنِّعَم ومن الذكاء. لو أنتِ عايزة توصلي وتحققي شيء في حياتِك لازم تعملي كده. تالت حاجة بقى الاستمرارية، والاستمرارية في ناس برضه مش واصل لها الفكرة، الاستمرارية معناها إن أنا أفضل أشتغل حتى لو النجاح لسه بعيد، النجاح بطيء جدًا، عايز صبر خالص، موت، عايزِك تصبري على قد ما تقدري.
الاستمرارية مش معناها دايمًا إن أنا فعلًا أبقى متحمّسة للحاجة اللي أنا يعني مثلًا أنتم فاكرين إن أنا كل مرّة باعمل فيها فيديو يوتيوب بابقى متحمّسة؟ أنا مش بابقى متحمّسة. طَب هل بابقى قرفانة وقايمة أعمله؟ خالص، بس أنا عارفة إن دي حاجة أنا باحبها، مش شرط كل شوية أبقى أو كل فيديو أبقى متحمّسة ليها وإنه لازم أبقى دايمًا عندي energy فظيعة و بيبقى ساعات تقيل على نَفْسي إن أنا أقوم أعمل فيديو، بس باقوم وباتحرّك وبتاع، وده في حد ذاته باحس إن هو بيدّيني أصلًا يعني حاجة حلوة، بيدّيني حاجة إيجابية، نفسية إيجابية يعني. آمم لو أنتِ فاتحة brand صغير لسه قد الفتفوتة، استمري، 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 كل يوم اشتغلي عليه حبّة، شوية، شوية ربنا هيرزقِك تعملي إعلان عند دي والّا إعلان عند دي، بس النجاح عايزة أقول لكم إنه بطيء، ولازم نتقبّل الprocess بتاعة النجاح. لو إحنا عايزين نوصل لشيء لازم ما نبقاش كسالى، ولازم نبقى متقبّلين فكرة إنه بطيء وإنه ما بيجيش بسهولة. عايزة أكلّمكم في فكرة إن إحنا كتير بنشوف ناس بتنجح كده في غمضة عين ونقول اشمعنى دول، وده خلّى ناس كتير روحها قصيّرة في فكرة اللي هو إن هم ينجزوا أو يعملوا شيء. عايزة أقول لكم إن دي طفرات، وطول عمر الطفرات دي موجودة، وزادت كتير أوي مع السوشيال ميديا وزادت كتير أوي الفترة الأخيرة دي بالذات، ولكن ده مش معناه إن العملية بتاعة النجاح اتغيّرت أو بقى ليها قوانين تانية، هي نفس القوانين. بالعكس إحنا يمكن حتى لو العملية بطيئة جدًا، آآ السوشيال ميديا والحاجات دي سهّلت على ناس كتير إن هم ينجحوا. ممكن لو كانوا الناس دي من 30، 40، 50 سَنة ما كانوش أصلًا حققوا أي شيء، أو كان بدل ما ينجحوا في 5، 6، 7 سنين كانوا هينجحوا في الجيل اللي بعده، يعني الشخص ده ربنا هيتوفاه والجيل اللي بعده أو ولاده أو أحفاده هو اللي ساعتها بقى المنتج اللي كان بيعمله هينجح، أو الحاجة اللي كان بيسوّق لها هتنجح. وعايزاكِ تفتكري إن كده الوقت بيعدّي، يعدّي وأنتِ عاملة حاجة أحسن ما يعدّي وأنتِ مش عاملة حاجة، وما تقوليليش أنا إيه اللي ضمّني، صدقيني كل حاجة بتسعي فيها بتزيدِك شيء، حتى لو ما حققتيش في الحاجة دي بالذات النجاح. ربنا ما بيضيّعش أجر حد أحسن في شغله، طوّر من نَفْسه على قد ما يقدر، هتلاقي نَفْسِك بتتقدّمي somehow. شوفي كده حتى لو ما وصلتيش للي أنتِ عايزاه بالضبط، شوفي مع السعي بعد سَنة أو 2 أو 3 هو أنتِ نَفْس الشخص؟ مستحيل. رابع حاجة وده الأهم بقى واللي ممكن نختم بيها فعلًا نقطة مهمة جدًا، احذري الخوف من إنِّك تفشلي، احذري الشَك في نَفْسِك. احذري من الخوف من إنِّك تنجحي، في ناس عندها المشكلة دي وهي مش عارفة إن هي بتخاف تنجح. أولًا الخوف من إني ما انجحش والشك في نفسي. اللي بيوصل اللي بيوصل طبعًا كلنا بيمُر علينا لحظات ما بنبقاش واثقين فيها في نفسنا، بنبقى مش متأكدين فيها من نفسنا أوي والكلام ده كله، ولكن زي ما اتكلمنا في فيديو قديم أوي ممكن أبقى أحطه لكم هنا في إنه هي الفكرة الثقة في النفس مش نابعة من أنتِ بتعتمدي أوي على نفسِك فيها من جواكِ أنتِ والكلام ده كله، هي معتمدة شوية على ثقتِك في الله، بس اللي أنا عايزة أنصحِك بيه فعلًا هو إن أنتِ تبقي متأكدة من نفسِك. يعني إيه متأكدة من نفسِك؟ ما تشكيش في نفسِك لحظة، لا دماغِك تشككِك في نفسِك ولا حد يشككِك في نفسِك. وأنتِ بتحاولي هتلاقي مليون حد يقول لِك إيه اللي أنتِ بتعمليه ده. مليون حد يقول لِك ده أنا خايف عليكِ بلاش ومش عارفة إيه، وهُم بيبقى أحيانًا بيبقى خوف بجد حقيقي، وأحيانًا بيبقى خوف من إن أنتِ تنجحي فتبيّنيهم فشل. فكرة إن أنتِ في الأول ما يبقاش في عائد أو ما يبقاش في نتيجة فتشُكّي في نفسِك وتتراجعي وتفتكري نفسِك إن المشكلة فيكِ أنتِ، خالص، هي المشكلة في عامل الوقت، الوقت الprocess العملية دي بتاخد وقت. عملية إن أنتِ تنجحي أو تتطوّري، وبتبقي واثقة ومتأكدة إنِّك حتى لو ما عملتيش حاجة في ده، يعني في الحاجة اللي أنتِ عايزاها أوي دي ما عملتيش حاجة في دي بالذات، ربنا محوّش لِك مجهودِك ده في حاجة تانية، ولازم تبقي على يقين تام بده، لازم. فكرة إن أنتِ على يقين إن ربنا مش هيضيّع الحاجة اللي أنتِ عملتيها دي هباءً، إنِّك هتاخديها فيها أو في غيرها، هتاخدي عائدها فيها أو في غيرها، في حياتِك هتنوّر في جوانب أنتِ ما كنتيش متوقعة إنها تنوّر فيها مثلًا أو كده،
ده اللي بيخلّيكِ تستمري، حتى لو أنتِ مش شايفة، حتى لو الرؤية ضبابية، بس أنا باستمر، عارفة إن ربنا مش هيضيّع مجهودي، عارفة إني هالاقي مجهودي ده في الحاجة دي أو في غيرها، أو ربنا هيجعل دي سبب في إنها تفتح لي سكة لحاجة تانية. أو ساعات في ناس بتخاف من النجاح، مجرد ما تحقق أو توصل تلاقيها فقدت الشغف. دي حاجة أنا شخصيًا حسيت بيها في بعض الفترات في حياتي. اكتشفت إيه بقى، ما هو لمّا الواحد بيقعد يكتشف حاجات في نَفْسه، يقعد يدوّر، ده لمّا يكون فاضي لنَفْسه ومش فاضي يقعد يدقّق في حياة الناس ويقعد يقارن نَفْسه بالناس والكلام ده، لمّا يقعد يدوّر جوّاه بيكتشف حاجات مهمة أوي. أحيانًا بنخاف إن إحنا ما نفضلش ناجحين، خوف كده somehow out of nowhere من مكانٍ ما إحنا مش عارفينه فين، بنبقى خايفين بعد ما نجحنا إن إحنا نفقد ده، فنقوم سايبينه إحنا بمزاجنا. هتقولي لي: "هو في حد مجنون بيعمل كده؟" هاقول لِك: "آه، في ناس كتيرة أوي بتعمل كده ومش عارف إنها بتعمل كده." تلاقيه فقد الشغف فجأة، هو مش عارف فقدانه الشغف ده جه منين. ممكن تكون شوية تعب، شوية إرهاق، شوية أنا ممكن أريّح شوية، بس فاقد الشغف تمامًا ده بيبقى غالبًا خوف من دي. أنا خُفت أنزل بعد ما طلعت، وما بنبقاش مدركين إن الدنيا ماشية كده، 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 بس في كل مرّة بننزل بنقفز أعلى مما قفزنا قبل كده، لإن بيبقى معانا خبرة الغلطات السابقة. فإحنا النهارده اتكلمنا في 4 نقط، هاحاول أقسّمهم لكم في الفيديو علشان بجد، بجد أنا عايزاكم تسمعوا كل نقطة بتمعُّن كده. جايز أنتِ لمّا يوصل لِك الكلام ده توصلي في حتّة أحسن أصلًا من اللي بتنصحِك وصلت لها. أتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده غيّر فيكم ولو حاجة قد الفتفوتة، بس للأحسن. وهاسيب لكم لينك اليوتيوب التاني بتاعي في الوصف، وكمان هاسيب لكم لينك صفحة إنستجرام جديدة أنا فتحتها عشان تبقى related للصفحة دي أو متصلة بيها. لو حد سألني أي سؤال، كتير يا بنات بيسألوني الlip combo بتاعِك مش عارفة طوّلتِ شعرِك إزاي، الكلام ده ممكن أبقى أنزّله عليه، زائد طبعًا ممكن تكون نصايح. أنا عارفة إن أنا اتكلمت قبل كده وقُلت إن أنتم يا ريت إن أنتم تشيلوا خالص السوشيال ميديا من عندكم، وأنا ما زلت عند رأيي، ولكن هي فكرة للتسويق للصفحة دي. لازم يكون صفحة اليوتيوب ليها أماكن تانية الواحد يسوّق لها من عليها، فلو أنتِ مش على إنستجرام ما تروحيش عشان خاطري، ده أكيد يعني، وما تروحيهوش تاني صدقيني ما لهاش لازمة. لو فكرة أصلًا إن أنا يعني لو فكرة إن أنا عايزة أسوّق لليوتيوب مش موجودة ما كنتش هاعمله. لو أنتِ كده هناك ممكن تعملي لي follow علشان تشوفيني أكتر، وبس كده. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي على ألف خير، باحبكم بجد من قلبي، مع السلامة.